ازاي تعمل هوك كويس او تلفت انتباه الناس جدا في اول 3 4 ثواني من الريل او الفيديو بتاعك؟ ده سؤال حلو جدا ومهم جدا. في حد ساله لي على فيديو من الفيديوهات اللي انا نزلتها الفتره اللي فاتت، كتب لي كومنت بيسال فيه ازاي اعمل هوك كويس للريلز بتاعتي. فالفيديو ده هيكون عن الموضوع ده، ازاي تعمل هوك او اللي هو الحاجه اللي بتجذب انتباه الناس في اول الريل او اول الفيديو بتاعك، ايا كان هو ايه، سواء هو فيديو طويل او ريل على الانستجرام او فيديو على التيك توك، ايا كان اي محتوى فيديو انت هتعمله، وليه انت محتاج تعمل كده اصلا، وايه مدى اهميه الموضوع ده. فلو انت مهتم بحاجه زي كده او مهتم بصناعه المحتوى بشكل عام، الفيديو ده هيكون مفيد جدا ليك. خلينا نبدا في الكلام المهم، بس اعتقد يعني ان مهم برضو ان انت تكون مشترك في القناه لو انت اول مره تشوفني. فلو انت اول مره تشوفني على اليوتيوب يا ريت تشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش. خلينا بقى نبدا. هو ايه الهوك وليه بيتعمل اصلا؟ ببساطه الهوك ده اي حاجه، اي جمله بتتقال في اول الفيديو، بس بشرط ان الجمله دي تكون بتشد انتباه الناس قوي وتخليهم عايزين يعرفوا اكتر عن الموضوع ومستنيين معاك اطول وقت ممكن. اصلا هوك يعني خطاف، يعني من الاخر حاجه بتشدك، حاجه بتخطفك كده. طب ليه انت محتاج تعمل الهوك ده في الفيديو بتاعك ايا كان الفيديو بتاعك ده على انهي منصه؟ انت المفروض وانت بتحضر المحتوى بتاعك تعرف وتعمل ديزاين، تصمم الهوك بتاعك بحيث ان انت تبقى عارف انت هتقول ايه في الاول علشان يشد الناس للمحتوى بتاعك بعد كده. فهو ده الهوك. طب ايه بقى مدى اهميه استخدامه؟ يعني لو انت عملت هوك او ما عملتش ايه اللي هيفرق؟ بص يا سيدي، ليه الموضوع ده مهم جدا جدا جدا؟ علشان الناس دلوقتي ومنهم انت وانا وكلنا ما بقاش لينا طول بال على ان انت تشوف حاجه من غير ما تشدك. من الاخر السوشيال ميديا بقت كلها حاجات عماله تشد فيك من كل النواحي، سواء بقى انستجرام او يوتيوب او فيسبوك او ايا كان. بس انت طول ما انت ماسك موبايلك وبتتفرج على اي حاجه انت عمال بتتشد. فلو في اي فيديو قصير او طويل ما شدكش من اول 3 ثواني، ما اغرقش كده للمحتوى بتاعه وخلاك عايز تعرف عنه اكتر، هتقفله على طول وهتشوف غيره. ولما ناس كتير بقى تقفل الفيديو في اول 3 ثواني او اول كام ثانيه منه، ده بيضر جدا الريتش بتاع الفيديو. بدل ما هيوصل ل 100,000 واحد هو هيوصل 20 30 واحد بس. علشان كده انت المفروض تبقى مهتم جدا بحته الهوك دي وتعمل له ديزاين لوحده كده، وانت بتعمل المحتوى بتاعك تعمله هو لوحده وتكمل المحتوى. طيب هل بقى الهوك لوحده لو اتعمل كويس هيخلي الفيديو يضرب في السما؟ لا، مش هيخلي الفيديو يضرب في السما. لازم تعمل معاه حاجه تانية هتكمله. هقول لك الحاجه دي في الاخر، علشان بجد الهوك من غير ما تكمل بقى اللي انت عملته مش هيبقى له لازمه. يعني لازم تعمل الحاجتين مع بعض. بس في الاول قبل ما اقول لك على الحاجه دي، خلينا نعرف ايه هي انواع الهوكس اصلا، وخلينا نشوف امثله كمان عليها. هقول لك دلوقتي كذا نوع للهوك. اول واحد فيهم الكويستشن هوك، اللي هو السؤال. يعني ان انت تبدا الريل بتاعتك او تبدا الفيديو بتاعك بسؤال. مثال بسيط جدا ومباشر جدا هو السؤال اللي انا بدات بيه الفيديو ده: ازاي تعمل هوك او ازاي تجذب انتباه الناس ليك او للمحتوى بتاعك؟ دي حاجه مهمه جدا لاي صانع محتوى. فاي صانع محتوى هيفتح الفيديو هيشوف حد بيقول ازاي تعمل كذا كذا كذا، دي حاجه مهمه جدا بالنسبه له، فهيعرف هو عايز ايه، فهيكمل معايا الفيديو بعد كده ويشوف الكلام اللي انا بقوله ده هيعجبه او هيفيده ولا لا. تاني نوع من الهوكس اللي هو السربرايزنج فاكت، اللي هي حقيقه مفاجاه او حاجه غريبه جدا. وخلينا ناخد مثال على النوع ده من الهوكس. في ريل او فيديو عجبني جدا على الانستجرام بدا كده بالظبط: تعرفوا ان في ناس عندها القدره ان هم يحركوا الحاجات اللي قدامهم من غير ما يلمسوها؟ دي سربرايزنج فاكت، دي حاجه غريبه جدا انا بدات بيها، اللي هو تعرفوا ان في كذا كذا كذا. فناس كتير جدا هتبقى مهتمه تعرف اللي هو ايه ده، يعني ايه، ازاي حد بيحرك حاجه من غير ما يلمسها، فيسمع معايا بقى اللي انا هقوله. ثالث نوع للهوكس الهوك اللي بيبدا بماذا لو. تعمل ايه لو انت ماشي في حته لوحدك خالص طلع عليك اسد مره واحده؟ اللي هو ماذا لو اي حاجه غريبه. لكن مش هقول لك مثلا ماذا لو مشيت وقابلت واحد في الشارع صدفه، يعني يبقى دي حاجه مش غريبه، دي حاجه عاديه جدا وبتحصل لنا كل يوم. فلازم بعد ماذا لو اقول لك حاجه غريبه جدا تشد انتباهك، فتبقى عايز تعرف انا لو قابلت اسد في الشارع لوحدي كده هعمل ايه. وعاده دي بتكون حاجه ما بتحصلش او نادر قوي ان هي تحصل. بس في الحاله دي مش هقابل الاسد في الشارع، فهو مش نادر ان هو يحصل او ما بيحصلش. بس تخيل معايا كده اللي هو ماذا لو. يعني رابع نوع للهوكس انا هقوله لك بالانجلش كالعاده وبعدين هقول لك يعني ايه بالعربي، اللي هو شيكينج ستاتستكس. احصائيه مبهره، احصائيه غريبه مفاجاه. برضو هو كل حاجات تقريبا بتشترك في ان هي غريبه او مفاجاه او بتثير فضولك. الفكره في البناء نفسه او في نوع الهوك. في الحاله دي هي احصائيه. مثلا على سبيل المثال زي ايه؟ انت عارف ان 93% من الكلام اللي انت بتقوله او من الرساله اللي انت بتوصلها للشخص اللي قدامك مش معتمده على كلامك نفسه اصلا؟ دي كده شيكينج ستاتستكس. اللي هو انا من الاخر عايز اقول لك ان 93% من الكوميونيكيشن او التواصل اللي بينك وبين اللي قدامك هو معتمد على البودي لانجوج او لغه الجسد، هو معتمد على البودي لانجوج او لغه الجسد وتون كلامك، صوتك وانت بتتكلم. مش معتمد على الكلام نفسه. الكلام نفسه بياخد 7% بس.
فدي احصائيه او رقم غريب، يعني رقم ملفت هيخليني عايز اعرف هو يعني ايه 93%، ايه الرقم ده كبير قوي، ازاي كل ده مش معتمد على كلامي اصلا. خامس نوع من انواع الهوكس هو الاكشن هوك، اللي هو مثلا انا ممكن امسك حاجه زي كده واقول لك تعالى نفتح العلبه دي نشوف جواها ايه. طبعا تكون علبه انت مش عارف جواها ايه، انت عارف ان دي سماعات، مش عارف هي باينه لك ولا لا. بس الاكشن هوك ده انت بتبقى ماسك حاجه في ايدك او بتعمل حاجه معينه، والهوك او الخطاف بقى اللي في الموضوع بيكون ليه علاقه بالحاجه اللي انت بتعملها دي. طيب دول كانوا كذا نوع من انواع الهوكس. هم كام نوع؟ لا هم انواع كتير قوي، وفي امثله كتير جدا ممكن نقولها عليها. انا اهم حاجه بالنسبه لي في المرحله دي ان انت تكون عرفت ازاي تعمل هوك او ايه المطلوب في الهوك بالظبط علشان تعرف انت تعمله بناء على محتواك. بس زي ما انا قلت لك بقى في اول الفيديو ان في حاجه مهمه جدا، من غيرها الهوك ولا هيعمل لك اي حاجه. يعني من الاخر انت بتعمل الهوك علشان الناس تتفرج على الفيديو الاخر وبتاع، الناس مش تتفرج على الفيديو الاخر ولا حاجه وهتقفل في الاول برضه. حاجه ممكن بعض الناس تشوفها شريره شويه، بس هو ده اللي بينفع، وهو ده عن تجربه بجد بيفرق جدا في الريتش بتاع الفيديو، بيوصله لفيوز ما كانتش هتوصل له من غيره. ايه هي بقى الحاجه دي؟ ببساطه ان المعلومه اللي في الفيديو ما تكملش غير في اخر الفيديو. مثال بسيط على ده، ما تزعلش مني بس ده اللي حصل في الفيديو ده دلوقتي، ان فعلا في حاجه مهمه جدا وانا مش ببالغ، هي فعلا مهمه جدا، بس انا خليتها في اخر الفيديو. ليه المفروض تعمل كده؟ المفروض تعمل كده علشان تخلي الناس تتفرج على الفيديو للاخر، فلما تتفرج على الفيديو للاخر في حاجه اسمها average view duration، اللي هي متوسط وقت المشاهده بتاع الناس كلها بقى مع بعض. لما ناس كتير تتفرج على الفيديو للاخر متوسط وقت المشاهده ده بيزيد. لما متوسط وقت المشاهده بيزيد، المنصه اللي انت بتعمل عليها الفيديو بتقترح الفيديو على ناس اكتر بكتير، سواء انستجرام او تيك توك او يوتيوب او ان كان. فانا مش بقول لك ان انت قول كلام فاضي وما تقولش المعلومه غير في الاخر، لا ما تقولش كلام فاضي، بس خلي معلومه الفيديو اللي هو الهدف بتاعه ما يكملش غير في الاخر، علشان ببساطه انت لو كملته او خلصته في الاول خالص برضو الهوك مش هيعمل حاجه، هيخلي الناس شافت اول 3 ثواني وطلعت في الثانيه الخامسه مثلا، علشان خلاص هي عرفت انت هتقول ايه، عرفت انت بتعمل ايه وعايز ايه. وعامه برضو ما تشوفش ان دي حاجه شريره، عشان انت لما تخلي الناس تتفرج على الفيديو لحد الاخر انت برضو بتفيدهم. يعني انت ما تعملش بقى محتوى اي كلام وتخليهم يتفرجوا لحد الاخر ويلا عليك واحد بقى، اصلا ما كانش في حاجه انا هقولها لك اصلا. ما تعملش كده خالص، عشان انت كده بتخسر الناس. صناع المحتوى عموما او انا مثلا كصانع محتوى انا بعمل فيديوهات علشان افيدك انت كحد بيتفرج، وعلشان كمان افيد نفسي، فهو وين سيتويشن. اهم حاجه احنا الاثنين نبقى مبسوطين واحنا الاثنين نبقى مستفيدين، فانت بتستفيد بالمعلومه وانا بستفيد بان انت تتفرج على الفيديو. فدي كانت الحاجه اللي ضروري جدا تعمل لها حساب وانت بتعمل ديزاين او انت بتصنع المحتوى بتاعك، بتكتبه تبقى عارف انت هتقول ايه في الاول اللي هو الهوك، وهتقول ايه في الاخر علشان تكمل معلومه الفيديو. لو انت بتتفرج على الفيديو لحد دلوقتي اعتقد ان هو ممكن يكون عجبك، فيا ريت تعمل له لايك، ويا ريت تشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش. بس كده، السلام عليكم.